السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. كل ما يتعلق بالاكتتابات، ايه الاكتتاب ويعني ايه اكتتاب زياده راس مال ويعني ايه اكتتاب شركه جديده ويعني ايه حق اكتتاب واعمل ايه في حق الاكتتاب لما ينزل لي والكلام ده كله هعمله في الفيديو ده ان شاء الله بناء على طلب احد المتابعين. اول حاجه ان عندنا نوعين كبار من الاكتتابات. اكتتاب ان شركه جديده لسه داخله البورصه، يعني شركه مش موجوده في البورصه اصلا وهتطرح لاول مره، زي شركات الجيش اللي الدوله اعلنت اللي هي هتنزلها قريب في البورصه، فده بيتسمى اكتتاب جديد. شركه بتخش تنزل الاكتتاب، تبيع اسهمها، الناس تشتري الاسهم، فالناس تبقى شركاء مع الشركه دي في الشركه بتاعتها. وجرت العاده ان 99% من الاكتتابات في البورصه بتكسب، يعني تشتري السهم بسعره وتبيعه باعلى من سعره، وبالتالي فكره دخول الاكتتاب هي فكره ممتازه. غير بقى اصلا ان الاكتتابات الجديده اللي نازله بتاعت شركات الجيش كلها شركات قويه وجامده وهينزلوا باجمد الشركات اللي موجوده، فبالتالي هتبقى فرصه ان شاء الله كويسه. طبعا مش عايزين نسبق الاحداث، لما ينزل التفاصيل هنتكلم عنها بالتفاصيل، لكن مبدئيا هي فكره ممتازه. في بقى اكتتاب تاني اسمه اكتتاب زياده راس مال. شركه اصلا موجوده، يعني شركه هي موجوده في البورصه بقى لها فتره واسهمها موجوده والناس بتشتري وتبيع الاسهم عادي خالص، ولكن الشركه محتاجه تمويل زياده. الشركه عشان تمول نفسها قدامها حل من اتنين ما لهمش تالت، يا تستلف فلوس من البنك يا تدخل مساهمين جدد وتبيع اسهم للمساهمين. فساعتها ده بيتسمى اكتتاب زياده راس مال، والشركه بتبيع اسهم للناس علشان تزود الفلوس اللي معاها، يخش معاها ناس جداد شركاء او يخش الناس القدام بحصه زياده. يعني حضرتك اوريدي حامل لسهم الشركه، معاك الشركه الفلانيه، فتيجي الشركه الفلانيه عايزه فلوس اكتر فتقول لك بص انت حامل السهم، انا هنزل لك سهم كمان بس هتدفع اكس، هتدفع المبلغ الفلاني، فانت دفعت فلوس زياده للشركه والشركه باعت لك سهم زياده فعدد اسهمك زادت والشركه خدت منك فلوس، فكده الشركه مولت نفسها وانت حضرتك اسهمك زادت. هل اكتتاب زياده راس المال ده بيكون مربح؟ لا مش شرط خالص، مش معنى كده ان هو مش مربح، لكن مش شرط خالص. فبعض الاحيان النادره بتلاقي ان الشركه بتديك السهم بسعر اقل من سعره السوقي، زي ما حصل في غاز مصر ما فيش من شهر، ان السهم كان على الشاشه ب 30 جنيه والشركه هتديك السهم ب 26 جنيه لو حضرتك اصلا حامل السهم من الاول، فبتدفع ثمن السهم الجديد اللي هو 26 جنيه وبتاخده بينزل لك في المحفظه بسعر السهم اللي موجود في السوق يومها اللي هو كان ساعتها تقريبا 28 وشويه، فالناس نزل لها السهم هوب بقت كسبانه في نفس اليوم. لكن مش الطبيعي ان ده بيحصل في الاكتتابات، الطبيعي ان حضرتك بتدفع ثمن السهم وتاخد السهم وما تكسبش اي حاجه خالص. استفدت ايه؟ ما استفدتش حاجه، انت مجرد زودت حصتك في الشركه اللي انت اوريدي شاري فيها. طيب افرض انت مش عايز تبيع حصتك، انت ما بينزلكش الاسهم على طول، انت بينزل لك الاول حاجه اسمها حق اكتتاب. تعالوا كده نعيد الخطوات عشان ما نتلخبطش. انت معاك السهم الفلاني، معاك 10000 سهم، نزل لك حق اكتتاب، فجاه هتلاقي عندك في شاشه التداول زي ما معاك السهم الفلاني والسهم العلاني والسهم الفلاني، لقيت معاهم حاجه سهم رابع كده اسمه حق اكتتاب الشركه الفلانيه. حق الاكتتاب ده حضرتك لو فضلت محتفظ بيه لحد يوم الاكتتاب لازم تخش الاكتتاب، ولازم ساعتها بقى تشوف هم شروط الاكتتاب بتاعهم ايه وتخش معاهم بالشروط. لو جه اليوم ده وما دخلتش معاهم حضرتك كده راحت عليك الفلوس وراحت عليك الاسهم اللي كانت هتنزل لك وراح عليك الدخول في الاكتتاب. ما راحش على حضرتك الاسهم اللي كانت اوريدي معاك، راح على حضرتك الاسهم الجديده اللي كنت هتاخدها عشان معاك حق الاكتتاب. حق الاكتتاب ده بيتعامل عليه كانه سهم في البورصه، يعني الاكتتاب فاضل عليه شهر وحق الاكتتاب نزل لك من النهارده، قدامك شهر كامل معاك في المحفظه حاجه اسمها حق الاكتتاب، ممكن تبيعه وممكن تشتريه عادي جدا. يعني ممكن تبيعه لواحد لو انت مش عايز تخش في الاكتتاب. يعني انا مثلا معايا 10000 سهم من الشركه الفلانيه، طب انا مش عايز يبقى معايا 20000 سهم، انا كفايه عليا 10000، محفظتي خلاص 20% منها في السهم ده، مش عايز اخليها 40%، خلاص بتبيع حق الاكتتاب لحد تاني بيشتري من حضرتك الحق، زي ما بتبيع سهم بالظبط في البورصه بتبيع حق الاكتتاب، وهو زي ما بيشتري سهم في البورصه بيشتري منك حق الاكتتاب. اللي اشترى منك حق الاكتتاب هو يقدر يخش الاكتتاب وانت دلوقتي ما بقتش تقدر لانك بعت الحق. طيب قبل ما اقول هي فكره كويسه ولا لا ان انا ابيع حق الاكتتاب، عايز افكركم بالكورس اللي انا عامله اللي اسمه ازاي ما تخسرش في البورصه، اللي هو عباره عن مجموعه دروس مسجله كانه على اليوتيوب بالظبط بس على منصه اخرى، والكورس بيعلم حضرتك ازاي تنتقي الاسهم بعنايه وازاي تنقي الاسهم صح بحيث ما يحصلش خساره ابدا، ولو حصل خساره برجع لحضرتك فلوس الكورس اللي حضرتك دفعتها. ومع الكورس 3 شهور دعم على الواتساب يوميا، حضرتك بتبعت لي اسئله برد على حضرتك وبنتعامل مع بعض بشكل مباشر على الواتساب بالفويس مسجز، بحيث ان احنا نطبق الكورس بشكل عملي وتبقى تجربه تعليميه كامله. لو مهتم بالكورس او مهتم بتفاصيل اي حاجه ثانيه او عندك اي سؤال عامه ابعت لي على الفيسبوك بتاعي الموجود في اول كومنت على الفيديو ده كالعاده. طيب نزل لي حق اكتتاب، هل اخش في الشركه ولا لا؟ ده يعتمد على حاجات كتيره بس منها الشركه دي بتمثل كام في المية من محفظتك. انا مدرستي ما تعديش 20% من محفظتك لاي سهم مهما كان، حتى لو كان السهم ده رهيب. طيب مع حضرتك اوريدي 20% ونزل لك حق اكتتاب، يعني هيبقى مع حضرتك 30 ولا 40% من المحفظه من سهم واحد بعد ما تخش في الاكتتاب. انا ما انصحش ساعتها بانك تشتري حق الاكتتاب، انصحك ان حضرتك تبيع حق الاكتتاب لو كان حق الاكتتاب مش بيكسب. يعني طبعا لو كان حق الاكتتاب ساعتها هينزل لك السهم بارخص من سعره السوقي ده لازم تخش فيه، دي ما فيهاش كلام، حتى لو هتبقى المحفظه نصها السهم ده مش مشكله. يعني في غاز مصر اللي كان نزل له حق الاكتتاب كان لازم يخش فيه، ده انت معاك سهم ب 30 جنيه وهينزل لك سهم ب 26 جنيه، ده انت كسبان 4 جنيه بافتراض ان السهم ما نزلش من ال 30 لل 26 عبال ما حق الاكتتاب اتفعل.
لكن في اكتتابات زياده راس المال العاديه اللي هي في الغالب حضرتك ما بتكسبش فيها اي حاجه، فكر الاول حضرتك معاك قد ايه من السهم، وفكر حضرتك فعلا محتاج تزود في السهم ده ولا لا. الحاجه الثانيه برضو حضرتك معاك سيوله ولا لا. ما هو ممكن يطلبوا منك فلوس عشان تخش في الاكتتاب وحضرتك معكش سيوله في المحفظه، تضطر تبيع سهم تاني مثلا نازل شويه وكان ممكن يطلع لو صبرت عليه، فتضطر انك تبيعه وتخش في السهم ده فتسبب لحضرتك مشكله. دي كانت معلومات سريعه عن الاكتتابات، مش عايز اطول اكتر من كده. اللي عنده اي سؤال ما جاوبتش عليه يبعت لي على الفيسبوك بتاعي الموجود في اول كومنت على الفيديو ده كالعاده. وشكرا، مع السلامه.